ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا النهاردة بنتكلم عن مشكلة موجودة عند كتير من أبائنا وإخواننا، إن في كتير من الناس بتسافر بره مصر وبتحب تهدي مثلا حد من أحبابها أو هدي والده بجهاز تحليل سكر وبيجيبه معاه وهو جاي. بيفاجأ ان الجهاز اللي جايبه معاه من خارج مصر ان ملهوش توكيل في مصر، فبالتالي ملهوش شرايط في مصر. لو كان جايب معاه كمية شرايط ولما بتخلص بيفاجأ ان في مشكلة ان الشرايط ديت مش موجودة في مصر، فبالتالي الجهاز مش هيشتغل، فبالتالي الجهاز هيضيع عليه. المشكلة ديت بتتردد كتير عندي في المكتب هنا، ولكن الحمد لله بعون الله توصلت ان انا اتفق مع شركة عشان نحل المشكلة دي. تعاقدت مع الشركة ان اي حد عنده جهاز تحليل سكر ملهوش شرايط، ملهوش توكيل في مصر، او ملهوش صيانة لو الجهاز معطل، هيستطيع ان هو يستبدل الجهاز ده بجهاز تاني بشركة ليه توكيل في مصر، ليه شرايط متوفرة بكثرة في مصر، الشرايط ما بتنقص. هيستبدل الجهاز القديم اللي عنده بجهاز جديد مجانا في حالة ان هو يشتري علبتين شرايط في وقت الاستبدال. طبعا الشرايط كده بتشتريها كده هتنتفع بيها، والشرايط غالبا بتبقى في نفس الثمن او بتزيد حاجة بسيطة، وكده يبقى احنا قضينا على المشكلة ديت اللي بعاني منها كتير من اهالينا اللي عندهم سكر وبيحبوا يتابعوا السكر ويحللوا السكر عندهم في البيت. فالجهاز ده اسمه جهاز ميديساين، صناعة كوري، ليه ضمان صيانة لمدة عام. اي حاجة بتعطل في الجهاز بتوديه للشركة وبتعمل له صيانة، اما بتستبدله بجهاز تاني. وجهاز اتجرب في عديد من المستشفيات وعديد من المراكز الطبية وأثبت كفاءة.